الشهيد إبراهيم صيكة شاب صحراوي في مدينة قليميم المحتل، كان يناضل من أجل المستضعفين ومن أجل الطلبة، وتعرض لعملية اختطاف بوليسي في واضحة النهار، وعذب تعذيبا شديدا. ومناسبة هذا الكلام هو الذكرى السابعة لاستشهاده، لدرجة أنه من شدة التعذيب داخل سيارة الشرطة في مدينة قليميم المحتل على يد الجلادين الذين لم ينالوا جزاءهم إلى حدود اللحظة من شدة التعذيب اللي تلقاه داخل سيارة الشرطة. عزكم الله لم يتمكن أو لم يتحكم حتى في حاجته داخل سيارة الشرطة، يعني من شدة التعذيب، من شدة الرفس، ومن شدة اللكم، ومن شدة كل أنواع الضرب اللي تعرض لها داخل سيارة الشرطة، لم يتمكن حتى من التحكم في حاجته. وبعد ذلك نقل إلى منزله وتم تفتيشه وكأنه سارق للمال، وبعد ذلك نقل إلى الكوميسارية في مدينة قليميم المحتل، وعذب مرة أخرى، وأضرب عن الطعام مطالبا بإطلاق سراحه لأنه لم يفعل جرما. ونقل الشهيد إبراهيم صيكة بعد إضرابه عن الطعام، نقل إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير المقبرة، وهناك رحمة الله عليه دخل في غيبوبة وقيدته شرطة الاحتلال بالأصفاد مع سرير المستشفى. إنسان في الغيبوبة، يعني توفى، عذب تعذيبا شديدا، كل أنواع التعذيب تعرض لها. ولما دخل في غيبوبة بسبب أيضا مضاعفات الإضراب عن الطعام ومضاعفات التعذيب، قيد الشهيد إبراهيم صيكة مع سرير المستشفى المقبرة الحسن الثاني، وتوفي رحمة الله عليه. حينما توفي رحمة الله عليه رفضت أسرته دفنه حتى تحصل على تقرير التشريح الطبي، ورفض المخزن، وادعى أنه الشهيد إبراهيم صيكة قد تعرض لعضة فأر. شوفوا كيف تستصغر قيمة الإنسان في زريبة السادس، في زريبة الدكتاتور محمد السادس. والجناة لا زالوا أحرار طلقاء، هذا اللي قاموا بهذا الفعل في حق الشهيد إبراهيم صيكة رقيوا، تم ترقيتهم، ترقاوا لأنهم يرسلون الناس إلى الموت، لأنهم يعذبون الناس، لأنهم يغتصبون الناس، لأنهم يستطيعون أن يقيدوا الناس اللي داخلين العناية المركزة مع أسرة المستشفى. جاء به اللصوص في الليل، كنت أنا ذاك في قليميم المحتل، أتوا به فجرا، جاءوا به لصوص المخزن. هذا اللصوص اللي بزاف علينا في طحن الحقوق، جاءوا به في الليل دون إذن أسرته. جاء الوالي وجاء مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليشارك في جريمة، باش يشارك في جريمة دفن الإنسان بدون إذن أسرته، لأنه تعرض للتعذيب، ولأنه تقرير التشريح الطبي لا يكشف على أنه تعرض للتعذيب. وجاء الوالي وجاءت المخابرات وجاء الدرك وجاء القائد وجاء الباشا وجاء حفار القبور في الليل فجرا، ودفنوه فجرا بدون إذن أسرته. إلى يومنا هذا لم تظهر حقيقته، ولا عوقب أولئك الذين اعتدوا عليه، ولا زالت أمه يعني تبكيه بحسرة رحمة الله عليه. ولكن سيحاججكم أمام الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء مؤكد.